كم الأسرة العلوية الملك فؤاد وحكيم حير حماره وحمار فؤاد حير التاريخ. حيروا ازاي؟ احنا عندنا علم اليقين. إشاعة بتقول إن الملك فؤاد كان بيركب الحمار عشان هو قصير وعلشان أخو مراته الأولانية شوكار ضرب عليه بالنار فأثر على صحته فما كانش يقدر يركب الحصان. طيب وده الإشاعات، ده الكلام. احنا عايزين نشوف بعينينا عين اليقين. هنشوف ده تمثال للملك فؤاد وهو راكب على الحصان، وهنجيب لكم الصورة الوحيدة للملك فؤاد وهو راكب على الحصان. شوف النسب اللي حاطلك عليها دواير، ده السيس بتاع الحصان معانا كده اللي هو كان خايف. شوفوا فردة الظهر، شوفوا راس الحصان لغاية فين، شوفوا رجله واصلة لغاية فين في الحصان. شوفوا الثقة بقى، هو حاطط ايده في وسطه زي الثقة بالظبط. الفارس وهو راكب الحصان وحاطط ايده في وسطه. طب ما تحطش عندنا ليه في اول بور فؤاد؟ لان الميدان عندنا صغير والقاعدة صغيرة، فكان لازم الملك يبقى واقف. لو كان اكبر من كده كنت حطينا تمثال زي ابو صباع كده، ابراهيم باشا. طيب وهو ركبه تواضعا مثلا، ولا ركبه لانه ما ينفعش يتركب غيره؟ لا طبعا ما كانش تواضع. لان هو ركب حاجات تانية كتير، ركب القطراء، ركب الزورق، ركب يخت المحروسة ويخت قصد الخير. كده احنا وصلنا الى حق اليقين. نقدر نقول لكم ان كده خلصت الحكاية وكنت قايلها لكم من البداية. خلص الكلام، وصلنا للنهاية. سلام.